السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي إلكم أصدقائي. يقول في يوم من الأيام جلس عميان اثنين على طريق زوجة أحد الملوك لأنهم يعرفونها كريمة، فكان واحد منهم يقول اللهم ارزقني من فضلك، والآخر يقول اللهم ارزقني من فضل زوجة الملك. وكانت تسمع الكلمات وترسل للي طلب فضل الله درهمين، واللي طلب فضلها دجاجة مشوية بقلبها 10 دنانير. فكان صاحب الدجاجة يبيع دجاجته لصاحب الدرهمين بدرهمين كل يوم، وهو ما يعرف انه بقلبها 10 دنانير. وظل على هذا الأمر لمدة 10 أيام. فجت عليهم الملكة وسألت صاحب فضلها ما أغنيناك من فضلنا؟ وقالت 100 دينار ب10 أيام. قال لا، الدجاجة كنت أبيعها لصاحب الدرهمين. فضحكت وقالت طلبت من فضلنا فحرمك الله، وذاك طلب من فضل الله واعطيناه فأعطاه الله وأغناه. فمن اعتمد على الناس ذل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على نفسه مل، ومن اعتمد على الله فما ذل ولا قل ولا ضل ولا مل. فالحمد لله على ما أعطانا الله.